تعال اقولك ازاي تتابع شحنتك لو انت بعتها عن طريق البريد المصري. هتبدأ تحمل ابلكيشن اسمه ايجيبت بوست، وهو ده بتاع البريد المصري. وبعدين هتبدأ تفتحه، هتلاقي بيقولك تتبع شحنتك الآن. هتكتب الرمز بتاع الشحنة بتاعتك. بعد ما تكتب الرمز بتاع الشحنة بتاعتك هيقولك اتسجلت امتى واتشحنت امتى وكمان هتستلمها امتى. ممكن تبعت لأي محافظة في القاهرة، وكمان لو حابب تعرف الرقم البريدي بتاع المحافظة بتاعتك أو بتاع الإدارة بتاعتك هتكتب الإدارة بتاعتك وهيقولك البريد أو الرقم البريدي بتاعك. كمان على فكرة البريد المصري مش بس بيبعت داخل مصر، لأ ده كمان في إن هو يقدر يبعت في أي بلد تانية خارجية، إذا كان السعودية، الإمارات، أي بلد. طريقته سهلة جدا والتعامل معاه بسيطة، افضل من ان انت تتعامل مع مندوب بتبقى خايف الاوردر ما يوصل او ما يوصلش. لا، هو هنا بيبقى معرفك الاوردر هيوصل في قد ايه او هيستغرق كام يوم، وكمان انت بتتابعه تشوف اذا كان وصل ما وصلش وهكذا. زي ما قلت لكم في شحنة في داخل مصر وفي شحنة خارج مصر لكل المحافظات، وطبعا على حسب المحافظة هيقعد قد ايه. يعني مثلا لو في القاهرة او في الجيزة ما بياخدش وقت، يعني من يومين ل3. لو ابعد اكتر بيبقى من 3 ل5 ومش بياخد وقت خالص. فالتعامل معاه سهل وبسيط جدا، وزي ما قلت لكم لازم تجربوه. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوك كل جديد. وجربوه وقولوا لي رأيكم في الابليكيشن. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.